اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض كريم تصفيف للشعر وداعا للهيشان والتقصف وتساقط الشعر والشعر الخفيف. فدي مجربه 100% ومضمونه 100% ومناسبه لجميع انواع الشعر. انا اول ما جربتها واعتمدتها وجابت معايا نتيجه كويسه لازم انزل لكم الوصفه دي عشان كلنا نستفاد منها. ده كريم طبيعي 100% مفيهوش اي مواد كيماويه. تعالوا نشوف مع بعض مكونات الكريم. عندي هنا قطعه شمع عسل انا بضيفها هنا في حله هحطها على النار عشان تسيح، وعندي كمان علبه زبده شيا هضيف منها معلقتين، وهضيف كمان اعشاب. الاعشاب بتاعتي دي عندي 6 مكونات من الاعشاب. عندي معلقتين كبار قرنفل، معلقتين كبار حبه البركه، معلقتين كبار روزماري، معلقتين كبار كركديه، معلقتين كبار بن، معلقتين كبار ورق سدر او ورق غار، معلقتين كبار من كل حاجه. والاعشاب بتاعتي مطحونه كويس. تمام. هقلب كل المكونات دي على بعضها بس مش هاخدها كلها، هاخد منهم بس معلقتين بعد ما قلبتهم. بعد ما سيحت قطعه الشمع العسل في الحله على النار شلتها خلاص كده من على النار. انا كده هكمل بقيه الكريم بره النار. هضيف عليه معلقتين زبده شيا وهقلبهم كويس لغايه ما يسيحوا في السخونيه بتاعه شمع العسل، وهضيف عليهم معلقتين من الاعشاب وهقلبهم كويس. اي مكون تضيفيه جديد لازم تقلبيه كويس. تمام. كده بعد ما قلبت زبدة الشيا والاعشاب على الشمع العسل هضيف كمان الزيوت بتاعتي. 5 معالق من زيت الزيتون، 5 معالق من زيت جوز الهند، وهقلب كويس. بعد كده ما خلصت حطيت الزيوت هبدا ان انا اقلب كويس وهرجع بعد كده اصفيه. هجيب علبه مناسبه للكميه اللي عندك وقطعه شيفون يعني شاشه شيفون عشان تعرفي تصفي الاعشاب بتاعه الكريم عشان احنا عايزينه ناعم جدا ملمسه ناعم. اخدت قطعه كده على ايدي وبوريها لكم انا كده بدهنها كده في ايدي وبوريكم قد ايه هو ناعم، وكمان بيدي لمعه حلوه قوي. ايديا كان فيها لمعه اكيد كانت باينه. لما خلص عندي تاني مره عملته. انا مش اول مره اعمله بس دي تاني مره عملته في الشتاء. يعني التصوير ده كان اول مره في الصيف وبعد كده تاني مره صورته لكم وهو في الشتاء. اول مره انا هنا بوريكم علبه الكريم مطرح الكريم اللي انا كنت بعمل كل مره بعمل فيها العلبه دي. المره دي قلت ازود الكميه وهضيف زيت عطري لان اول مره عملت فيها الكريم كانت الريحه بتاعته مش عجباني قوي الصراحه لانه كان كله اعشاب. انا مش عايزه ريحته تبقى فيها اعشاب، انا عايزه استفاد من الاعشاب بس مش حابه ريحتها، فضفت زيت عطري. تمام. حطيت حوالي 5 معالق 6 معالق زيت عطري، ممكن يبقى زيت ياسمين، زيت فل، زيت ورد، اي ريحه انت بتفضليها. هضيفها بقى على الكريم واقلبه وبعد كده صفيته في شاشه. ده كده خلصنا مكونات الكريم. بصوا ده شكله وانا بعد ما انا بصفيه من الشاشه. الكريم بيبقى متصفي كده وناعم وهيتماسك بعد كده، هيجمد ويتماسك. انا عملت هنا علبتين عشان زودت الكميه عشان تقعد معايا مده اطول. بصوا بقى ملمس الكريم برضو في الشتاء بصوا بيبقى متماسك اكتر. هاخد منه برضو قطعه كده على ايدي وهوريكم برضو اللمعه بتاعته هي نفس اللمعه وهي نفس المكونات. وامشوا على المكونات والمقادير زي ما هي عشان تجيب معاكم نتيجه كويسه. هنشوف بقى ايه طريقه الاستعمال. بس لازم يكون الشعر نضيف. اغسلي الشعر مرتين في الاسبوع وادهني الشعر، ادهني الكريم في فروه الراس وعلى الشعر كله. يعني خدي الشعر من الجذور لغايه الاطراف ادهنيه كله، ادهنيه كل يوم دهان للشعر عادي. وقلبي الشعر بقى كله قدام، سرحي الشعر كله قدام، اعمليه زي كعكه كده قدام فوق عشان الشعر كله يبقى مقلوب لقدام. كل يوم هتسرحي الشعر هتخلي الدوره الدمويه تجري في فروه الراس. وكمان الكريم هيتوزع بطريقه كويسه، مش لمجرد انت بتسرحي على ورا في اتجاه واحد، لا انت انا عايزاكي تقلبي الشعر كله على قدام ونامي بيه والصبح افرديه وعلى ضمانتي وهتبقى نتيجه مضمونه 100%. وشوفي ملمس شعرك هيبقى عامل ازاي بعد ما تفك شعرك الصبح. جربوه وان شاء الله هيعجبكم وعلى ضمانتي. وقولوا لي في التعليقات ايه رايكم في نوعيه الكريم عشان اعرف برضو يهمني رايكم. وان شاء الله لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بقى في اللايكات الحلوه اللي بتشجعوني بيها، وما تنسوش الضغط على الاشتراك وتفعيل زر الجرس. وان شاء الله نتقابل مع بعض في فيديو جديد ووصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.